في أحد الأيام الربيعية الجميلة، كان هناك شاب يدعى يوسف يعيش في مدينة هادئة على ضفاف النهر. كان يوسف دائما يعشق الطبيعة والأماكن الهادئة، وكان يذهب كل صباح في نزهة على ضفاف النهر ليشعر بالسلام الداخلي. في أحد الأيام بينما كان يسير على ضفاف النهر، رأى فتاة جميلة تجلس على صخرة كبيرة تقرأ كتابا. كانت عينها تلمع تحت أشعة الشمس، ووجهها مشرق بابتسامة هادئة. لم يستطع يوسف مقاومة الفضول، فاقترب منها بخجل. هل يمكنني الجلوس هنا؟ سألها مبتسما. ابتسمت الفتاة بلطف وقالت: بالطبع، هذا المكان جميل جدا. جلس يوسف بجانبها، وبدأت محادثة بسيطة عن الحياة، الكتب، والطبيعة. اكتشف أنهما يشتركان في العديد من الاهتمامات، مثل حب القراءة والموسيقى. مع مرور الوقت أصبح اللقاء على ضفاف النهر روتينا يوميا. وفي إحدى الأيام بينما كانت الزهور تتفتح من حولهم والرياح العطرة تهب، قال يوسف بابتسامة دافئة: لقد وجدت فيك شيئا مميزا، شيء يجعلني أريد أن أكون هنا كل يوم. أجابته الفتاة بابتسامة خجولة: وأنا أيضا لم أكن أعرف أنني بحاجة إلى شخص مثلك في حياتي. وهكذا بدأ حبهم في النمو، مثل الزهور التي كانت تتفتح في كل موسم، حتى أصبح كل لقاء بينهما بداية لحلم جديد.